تعالوا يلا بينا نحضّر أحلى كب كيك بالشوكولاتة مع بعض بطريقة سهلة جدًا وبسيطة ومن غير أي صعوبات خالص، والكب كيك هيكون هش معاكِ ومرتفع زي بتاع برّه بالضبط، وطعمه لذيذ جدًا، حاجة كده في منتهى الجمال والحلاوة، وسهل جدًا وبسيط، وكمان هاعمله معاكم في الخلاط، يعني في 5 دقايق هتكوني محضّراه وهيكون جاهز معاكِ بالجمال والحلاوة دي كلّها. يلا بينا نحضّره مع بعض، بس من فضلكم اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك علشان اشتراكاتكم دي بتفرحني جدًا، وبتدعمني وبتخلّيني أقدر أعمل معاكم فيديوهات أحلى وأحلى، ويالّا بينا نحضّره مع بعض، ودي المكونات اللي أنا هاستخدمها معاكم، معايا كوباية من اللبن، كوباية من السكر، كوباية من الزيت، معايا 3 بيضات، كوبايتين من الدقيق، طبعًا هنشيل منهم معلقتين وهنضيف مكانهم معلقتين من الكاكاو الخام اللي غير مُحلّى، وكيس من البيكنج باودر، وكيسين من الفانيليا. دي كل المقادير اللي أنا هاستخدمها، مقادير مضبوطة 100% ولا تقلّلي في حاجة ولا تزوّدي في حاجة. ويالّا بينا نحضّر أول خطوة معانا، هنجيب شفشق الخلاط، هننزل بكوباية من الزيت، وكوباية من اللبن، وكوباية من السكر، وهننزل بال3 بيضات بحرارة الغرفة، وهننزل بكيسين من الفانيليا، وهنضرب المكونات دي كلّها في الخلاط لغاية لمّا السكر يختفي معانا تمامًا ويدوب، وهنجيب طبق غويط وهننزل بالخليط بتاعنا الرائع الجميل، وبعد كده هنجيب كوبايتين من الدقيق، طبعًا هنشيل منهم معلقتين بالشكل ده كده، معلقتين كبار، وهنضيف مكانهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام اللي غير مُحلّى، طبعًا هتشيلي معلقتين وهتحطي مكانهم معلقتين من ده، وهننزل بكيس كامل من البيكنج باودر وهنقلبه كويس مع بعض، وبعد كده هننزل بنُص الخليط الأول، وهنقلبه كويس لغاية لمّا يدوب في الخليط بتاعنا، وبعد كده هننزل بباقي الدقيق بتاعنا، وهنقلبه لغاية لمّا كلّه يندمج مع بعضه ويبقى بالقوام الجميل ده كده. وده القوام المضبوط بتاع الcupcake كيك، أهم حاجة يبقى كده. طبعًا لو الخليط بتاعِك ده إجا تقيل معاكِ هتزوديه شوية من اللبن، لو إجا خفيف هتزوديه شوية من الدقيق، أهم حاجة توصلي للقوام المضبوط ده كده. وبكده عجينة الcupcake بتاعتنا بقت جاهزة معانا، هنجيب القوالب بتاعتنا هنحط فيها الورق بتاع الcupcake بالشكل ده كده. طبعًا القوالب دي إحنا ما بنديهاش أي مادة دهنية خالص، أنتِ بتحطي الورق كده وتنزلي بالخليط بتاعِك، طبعًا لو في أي حتة كده جات على الصينية لازم تشيليها بمنديل علشان ما تتحرقش معاكِ ويبقى شكلها مش لطيف خالص. وأهم خطوة هنا إنِّك ما تمليش القوالب بتاعة الcupcake كيك، أهم حاجة تعمليها كده إلا ربعها، زي ما أنتم شايفين كده أنا سايبة مسافة من فوق علشان لسه الcupcake كيك هيرفع معايا ويبقى هش من جوّه، فعلشان يبقى شكله جميل كده معانا أهم حاجة وقُلت لِك ما تمليش القوالب، تمليها إلا ربعها كده علشان تسيبي مسافة من فوق علشان لمّا يبقى هش معاكِ ومرتفع. وزي ما حضراتكم شايفين كده الخطوة اللي أنا باعملها دي خطوة مميزة جدًا، بتخلّي طعم الcupcake بتاعِك مميز جدًا، وبتحبب الأطفال في الcupcake، بتخلّي طعمه جميل جدًا. طبعًا إحنا بنجيب مكعبات الشوكولاتة، دي شوكولاتة عادية أنا مقطعاها ونزلت بيها كده في قلب الcupcake، طبعًا بتخلّي طعم الcupcake بتاعِك مميز جدًا. وبعد كده هنحط الصينية بتاعتنا في الفرن، وده شكل الcupcake الرائع بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، حاجة كده في منتهى الجمال، هش طبعًا وطعمه لذيذ جدًا، والأولاد كانوا فرحانين بيه جدًا، حاجة كده أحلى من اللي أنتِ بتشتريها من برّه ب100 مرّة. لازم تجرّبي الcupcake ده كده في البيت علشان بجد هتدمنيه وهتعمليه على طول لأولادِك. هي طريقته سهلة جدًا وبسيطة وأي حد فينا يقدر يعملها في البيت، يعني رائع جدًا، وهيطلع معاكِ أصلًا ناجح من أول مرّة وما فيهوش أي صعوبات خالص، بس اتبعي كل الخطوات وكل المقادير اللي أنا عملتها علشان دي مقادير مضبوطة جدًا. وده شكل الcupcake بتاعنا الجميل بعد ما طلع من الفرن، بسم الله ما شاء الله عليه، كان ريحته تجنن وطعمه جميل جدًا، حاجة كده خيال ما تتوصفش طبعًا، وطعمه لذيذ جدًا، حاجة كده في منتهى الجمال والحلاوة. وطبعًا دي القوالب السيليكون، القوالب دي جميلة جدًا بتتباع في أي مكان، طبعًا القوالب السيليكون دي أنا بافضّلها عن الورق بكتير، طبعًا استعمالية جدًا، أنتِ بتعملي فيها الcupcake وبترجعي تغسليها تاني وتعينيها، وكل مرّة لمّا بتيجي تعملي الcupcake بتعملي فيها وتغسليها وتعينيها، طبعًا بتوفّر عليكِ كتير وسعرها رخيص جدًا، وأحلى ميزة فيها إن هي ما بتحتاجش لصينية الcupcake علشان تحطيها فيها، طبعًا أنتِ بتحطيها في أي صينية عندِك خالص، بترصيها كده في الصينية وبعد كده بتدخّليها الفرن، والقوالب دي ما بتسيحش في الفرن ولا أي حاجة، هي بتفضل محتفظة بقوامها الجميل ده كده، وزي ما بتحطيها زي ما بتطلّعيها، جميلة جدًا، والcupcake ما بيلزقش فيها زي ما أنتم شايفين كده، طالع معانا بكل سهولة في منتهى الجمال والحلاوة. طبعًا أنتِ بتسيبي الcupcake بتاعِك بعد ما بيبرد وبعد كده بتشيليه. تعالوا بقى أمّا أتكلم معاكم عن التسوية المضبوطة بتاعته. هنسخّن الفرن بتاعنا قبليها ب10 دقايق، وهندخّل الcupcake بتاعنا على الرف الوسطاني والنار بتكون شغّالة من تحت بس على درجة حرارة متوسطة.
وما بياخدش وقت كتير خالص في الفرن، يعني في ثواني، يعني أقل من 10 دقايق بيكون جاهز معاكِ. طبعًا إيه اللي بيعرفِك إن هو استوى معاكِ من جوّه، هتجيبي خِلّة أو ممكن بالسكينة هتدخّليها كده في النُص، ولو طلعت معاكِ نضيفة يبقى الcupcake استوى، ولو طلع فيه عجين هيكون لسه، هتدخّليه الفرن لغاية لمّا يستوي معاكِ، وزي ما قُلت لِك ما بياخدش أي وقت خالص، خلّي بالِك منه علشان بيستوي معاكِ بسرعة، وبعد ما يطلع بتسيبيه لغاية لمّا يبرد. طبعًا أنا مزيناه كده بالفرماسيه الجميل ده، بيخلّي شكله جميل جدًا وبيخلّي الأطفال يحبوه أكتر. وعلشان الفرماسيه يلزق على الوش بالشكل ده كده، هتجيبي شوية من اللبن وبالفرشة هتدهني وش الكب كيك من فوق علشان الفرماسيه يلزق عليه، وكل ما تدهني واحدة هتحطي عليها الفرماسيه. وبكده الكب كيك بتاعنا بقى جاهز معانا. من فضلكم بقى لو عجبتكم الطريقة الجميلة السهلة البسيطة دي، ما تنسوش بقى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك، ولو حابين اجرب معاكم وصفة اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله اجربها معاكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات احلى واحلى مع بيت الخير وبألف هنا عليكم.